بعض الكراكيز والدمى المتحركه وجاو بين عشيش وضحاها تيقولوا لنا خاص اخنوش يمشي. بالكيران هذه اخر مره غادي نخصص شي حيز باش ندوي عليك او نجاوبك، ماشي فقط لانني عييت منك والمغاربه ملوا منك، وانما لانك ساليتي غير مازال ما بغيتيش تعترف بها. البارح خرجتي وسبيتيني، وانا ماشي فؤاد علي الهمه اللي كان يترفع على انه يجاوبك، وماشي الياس العمري اللي كان ما تيعرفش يجاوبك، وماشي شاباط اللي كان كينزل ويسفه بحالك، وماشي اخنوش اللي تيتسنى حتى تمر الموجه وهو ساكت. طحتي في بنت الشعب وقاده والعود اللي تحقرو، حيت انا غنمشي معاك نقطه بنقطه. منين جيتي وكيفاش طلعتي؟ واش بقيتي كتخربق علينا تما ملي كنتي في الحكومه؟ وعلاش خرجتي مشيتي بحالك؟ وعلاش البارح سبيتيني؟ انا غنكشف للمغاربه الحقيقه ديال علاش انت البارح سبيتيني، واسمع مزيان على ودنيك حيت هذه اخر مره غتسمعني تندوي عليك. عبد الاله بن كيران، منين جيتي وشنو كنتي؟ كنتي شاب منحرف تتقولها بفمك، ماشي انا، دائما كتقولها ملي كتعاود على سيرتك الذاتيه، وحتى ملي تاسلمتي بقيتي منحرف. وخرج عاودنا عليك الصحفي الكبير علي المرابط وعلى جلساتك معاه ملي كنتو غاديين في التران واش كنتي كتقول له على بنت الشيخ ياسين. وخلينا من داكشي، ما لقيتي ما يدار مع اليساريين دخلتي للحركه الاسلاميه. مؤسس الحركه الاسلاميه عبد الكريم مطيع كان ملي تيشوفك داخل تيقول هو جا المخبر، انت كتطلع عليهم التقارير. وقالها لي بفمو الشيخ السلفي عبد الكريم الشادلي، وقال لي انت اللي بيعتي به ودخل الحبس. من بعد رسلتي ديك الرساله الشهيره لدريس البصري اللي راها منتشره على الانترنت ويا ما نشرتها في الصفحه ديالي، تتوسل اليه قبولكم كحزب، وبانكم درتوا مراجعات، وبانكم قبلتوا بالملكيه وباماره المؤمنين. ما عليناش، بقيتوا خدامين مع الداخليه. مره كتقول لكم ما تشاركوش في الانتخابات، تمشيو للمعارضه او تشاركوا بانكم تنقصوا من القوه ديالكم. خلال ديك المده كامله كنتوا تتغلغلون داخل المجتمع المغربي، اولا باستغلال انتشار الدعوه الاسلاميه عبر قنوات مشرقيه دخلت علينا المغرب، قناه اقرا والرساله والناس وغيرها، اللي حنا المغاربه كنا كنظنوهم غير قنوات ديال الدعوه الاسلاميه، وهما كانت عندهم اجنده سياسيه مهدتنا لقبول صعود حكم اسلامي. استغليتوها واستغليتوا حراك 20 فبراير وبديتي كتهدد الملك. ولقد قالها لك المغاربه الذين خرجوا بطريقة مشرفة وبطريقة سلمية كالذين لم يخرجوا بنفس الطريقة يا جلالة الملك، بطريقة ديمقراطية تحافظ فيها يا جلالة الملك على مكانتك. وتتقول الملك إلا ما قبلتيناش في الحكومة ما غيكونش خير. الداخلية قالت لكم تفضلوا ودخلوا بكامل قوتكم للانتخابات، ودخلتي بالتجارة بالدين وقال الله وقال الرسول وبالوعود ديال محاربه الفساد والاصلاح، وطلعتي رئيس حكومه. طلعتي للحكومه انت والحزب ديالك، قلنا لك يلاه بدا قول بسم الله حارب الفساد، قلتي ما قدرتش، منعوني تيحاربوني. قلنا لك شكون اودي؟ واش الملك؟ قلتي حاشا ولله، سيدنا على راسي ولا بغى يدخلني للحبس انا معاه. قلنا لك شكون؟ واش المستشارين؟ واش فؤاد علي الهمه اللي منعك على الاصلاح؟ قلتي حاشا، فتحت معاه صفحه جديده وتصورتي كتعنقوا. شكون اودي منعك من الاصلاح؟ واش الحموشي؟ واش جنرالات العسكر؟ قلتي حاشا ولله، دوزتي قانون يمنع مساءله كبار الامنيين وكبار المسؤولين في البرلمان ويحصنهم ويحميهم. او شكون اودي كيمنعك من الاصلاح؟ واش الباترونه؟ قلتي حاشا ولله، رشيتي النقابات لكي تتواطأ مع الباترونه اللي كانت رئيسة هذيك الساعات مريم بن صالح، ولكي تصمت عن الدفاع عن الشغيله ومطالبه الباترونه بوقف استغلالهم وبتقنين القطاع غير المهيكل وبضمان حقوقهم. بعتي الشغيله، بعتي المغاربه اللي صوتوا عليك، بعتي الشعب اللي دعمك باش تخلي بلايصتك معاهم الفوق مزيانه. يا ودي شكون مانعك على الاصلاح؟ اشنو بغيتي ديروا ما خلاوكش؟ عطينا شي اسم، كنا مستعدين نخرجوا معاك للشارع نغوتوا، كنا مستعدين نعاودوا حركه 20 فبراير مضوبله. الشعب كله كان واقف معاك في 2012 2013. كون قلتي لينا فلان الفلاني ما خلانيش ندير الاصلاح، اقسم بالله كنت انا براسي اللي عمري ما خرجت لشي مظاهره نخرج. الشعب كله كان مستعد يوقف معاك ويضحي معاك. قلتي ما يمكن لياش، قتلوا باها، ما نقدرش ندوي، العفاريت والتماسيح.
قلنا لك الا ما قدرتيش سير بحالك. قلتي لا. كتمشي عند الملك تقول ليه سيدنا انا معاك، وتجي عند الشعب تقول لينا ما خلانيش، حاربوه، مارستي علينا التقيه يا المنافق، يا الكذاب والاشر، يا الباندي، يا الافاق، يا الافاك. والملك عاقبيك كتمشي عنده تبوس له الجلابه ديالو تقول له سيدنا انا معاك، ومر ظهرو تجي عند الشعب وتقول لينا حنا المدونين والصحفيين حاربوهم ما خلاونيش. شكون ما خلاكش؟ شكون ما خلاكش؟ شكون هما؟ والى يومنا هذا وغير البارح خارج ديك الخرجه تتقول. من بعد الحمله اللي دارت الحزب اللي جا هو الاول، حتى بعض رجال السلطه اللي خرجوا كيبشروا بالحزب اللي بغاتو الدوله. طيب يا سيدي، نقولوا مبارك بن سعود 10 سنين المغاربه بارك عليهم من العداله والتنميه وتهبطوا للثامن. حاربونا، داروا الحمله للحزب الاحرار وما خلاوناش وردونا حنا الثامنين. شكون هما؟ شكون هما؟ واش الملك؟ واش المستشارين؟ واش الحموشي والامنيين؟ واش العسكر؟ واش الباترونه؟ لا، كلهم مزيانين. ايوا شكون يا الكذاب؟ شكون يا المنافق؟ شكون يا اللي كتلحس لهم الكابه وتجي تهيج الشعب ضدهم؟ راه ديك الشيء علاش الملك جرى عليك، راه ديك الشيء علاش الملك خرجك، راه ديك الشيء علاش الملك قال لك سير بحالك وجاب العثماني، حيت اكتشف تعدد الوجوه ديالك. لا ياش كنتي باغي توصل تكون مزيان مع الملك وتكون مزيان مع الشعب وتهيجنا حنا ضدو باش انت تحكم، ولا كيفاش؟ الاجنده ديالك تفرشات سيدي. ولا كان شي حد مازال كيحاربك خرج قول لنا سميتو. وهذا الخطاب ما بقاش دايز وما بقاش واكل وما بقاش كيأثر مع الشعب المغربي. ساليتي تويا فيني. واش فهمتيها؟ واش نقولوها لك بأين لغة؟ بالامازيغيه؟ بالتركيه؟ ساليتي، عقنا بيك، تفرشتي، تفضحتي. ومن اللي خرجك الملك بقيتي كتهددو تتقول ليه انا اللي نقدتك من 20 فبراير، تتقول ليه الا ما رديتينيش غنعاودو نديرو الحركه. وباش يسكتك عطاك من جيبو 7 المليون في الشهر كتاخدها من جيب الملك. عسى علا وعسى تسكت وتضرق علينا وجهك تمشي لتركيا دوش عطله ديال 5 سنين تهناو منك. واقف لينا عثر في طريق التنميه ديال المجتمعيه. نردوا الامازيغيه عيد رسمي؟ لا، حنا عرب. قالك نديروا الانجليزيه هي اللغه الثانيه باش هاد الجيل مسكين اللي طالع يكون كيفهم لونجلي؟ لا، العربيه. نعاونوا مزارعين الكيف باش ما يبقاوش متابعين بالقانون؟ لا، الكيف حرام. حتى الحزب ديالك باغي يجتهد ويراجع ويغير وانت ما مخليش. راك لا كفاءه لا قدره لا والو. عمرك خرجتي في شي خطاب ديالك دويتي على الفلاحه وعطيتينا ارقام، دويتي على سياسه الماء، دويتي على استراتيجيه لحمايه صغار الصياده، دويتي على استراتيجيه تنميه العالم القروي. عمرك خرجتي دويتي على الصناعه، على الاستثمار، على مساعده الشباب وكيفاش؟ عمرك خرجتي دويتي على قانون الماليه وفرزتيه لينا وشرحتيه لينا؟ على الضرائب، على المديونيه؟ عمرك خرجتي عطيتينا ارقام على قطاع الاسكان، برنامج لاصلاحه لازاله ما تبقى من برارك وكريانات؟ عمرك خرجتي دويتي على قطاع الصحه، على الكلينيكات والمختبرات وخصصتها؟ عمرك خرجتي دويتي على قطاع التعليم وشي منهجيه براغماتيه لاصلاحه؟ ما عمرك. من نهار عقلنا عليك وانت كتخرج غير كتسب وتشتم، كتاخذ 7 مليون في الشهر على الغوات والسبان والشتائم والسفاهه. واش انت مؤمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بفاحش ولا لعان. انت فاحش ولعان، انت فاحش ولعان، واللسان مغرفه القلب. اذا قلبك فاحش ولعان. منين جاك الايمان؟ انت شخص سفيه. ما خليتي ما قلتي في الناس، قلتي في الياس العماري القوط وتاجر مخدرات بدون دليل، قلتي في شباط كيبيع الكوكايين في فاس، قلتي عليا انا المنافقه الكركوزه وانا غنقول للمغاربه ونكشف حقيقه علاش خرجتي كتعايرني.
ولكن انت ماشي كتسب الناس اللي فاسدين، لا، انت والجماعه ديالك عندكم نتوما معيار ديال الصلاح والفساد. اشنو هو هذا المعيار؟ دابا شابط كنتي كتسبو وكتقول تاجر د المخدرات وكيبيع الكوكايين وتيبيع لا دروغ فاس، ولكن ملي شابط ولا معاك ولا باغي يتحالف معاك للحكومه قلتي سكتو ولا مزيان. اذا الانسان الصالح بالنسبه لك واخا يكون تاجر د لا دروغ وشفار وكيظلم الناس، الا كان معاك مع بن كيران ومع الجماعه صالح. والفاسد هو اللي ضدك واخا يكون اصلح واتقى منك. الاخوان المسلمين خرجوا كيسبوا السلفيين حيت السلفيين ماشي معاهم. يعني انت بالنسبه لك الفاسد واخا يكون اتقى منك واعف منك هو فاسد حيت ماشي معاك. اللي ماشي معاك فاسد، واللي معاك صالح واخا يكون شفار وظالم وباندي. شتي المعيار ديالك والجماعه ديالك كي داير؟ علاش انا خرجتي كتقول العيال المنافقه وداك الشيء؟ واش غير تيصيفطوا لك شويه ديال الابزار والتحميره فهمتيني، ولا يعطوك بعض الاخبار ديال دار المخزن وكذا وتولي بيض عشت وضحى باغي تولي زعيمه ديالنا المنافقه؟ حيت ما قلتش للملك سيدنا حيد اخ النوش وجيب بن كيران. ماشي غنحيدوا سي عزيز ونديروا مولاي حفيظ. اش غايدير مولاي حفيظ ونخليو نفس الهيئات؟ لا سيدي، تعاود الانتخابات، وملي تعاود الانتخابات الحزب قابل الوضعيه اللي جا فيها، جا هو الاول مزيان وما ذلك على الله بعزيز. قلت ليه حيد اخ النوش حاسبوا محاسبه توجب استقالته وغيروا بطبيعه الحال من الاكفأ شخص في الحزب الفائز بالانتخابات. وجاني في النظر ديالي وتقدروا تختلفوا معايا اكفأ شخص في الاحرار هو مولاي حفيظ العالمي. انت قلتي لهم لا يتعاودوا الانتخابات وجيبوني انا. وبما ان هذيك ميسه ما قالتش يجيبوا بن كيران فخرجتي كتسب بعض الكراكيز والدمى المتحركه وكدير البوز، وجاو بين عشية وضحاها تيقولوا لنا خاص اخنوش يمشي. ولكن الدمى والكراكيز وهو كيعاود نفس هضرتي. صحيح، هذه الحكومه مع الاسف الشديد ملي جات ما تيبانليش دارت شي حاجه مزيانه. قال ليه ما درتي حتى حاجه مزيانه اخنوش، ولكن ديك اللي قالت هاد الهضره دمى وكراكيز. قال لي علاش سحبتي قوانين الاثراء غير المشروع وحمايه الملك العمومي؟ هو متفق مع هضرتي، ولكن انا دمى وكراكيز. قال لك خصو يمشي بحالو حيت ما دار والو، ولكن ماشي من بعد 5 شهور كيف ما قالوا الدمى والكراكيز، من بعد عام، حيت سلوي كي كوموند بن كيران اللي كيامر هو اللي تيحدد المده امتى يمشي اخنوش. يمشي اخنوش ماشي حيت دابا الازمه والشعب وصلت ليه هنا والجفاف والمغاربه اكتشفوا بان السيد 14 عام هو في قطاع الفلاحه وما دار حتى شي استراتيجيه وخصو يتحاسب على الفشل ديالو. لا لا، الغضب الشعبي مو في براك، والهاشتاغ مو راه شي حد، وما يسكر كوزه وكيعطيوها شنو قال التحميره والبزار باش تخرج تدوي. هو اللي من حقه ينتقد، وهو اللي من حقه يحدد المده امتى الملك يقيل اخنوش. هاي على الليدر. المنافقه جايه عندي للدار وكتبربصي عليا، جات قالت لي راه غير عزيزتي عليا شكت تبكي على السباه على السي الوفاء، انا جيت غير باش جيت غير باش نضامن معاك وداك الشيء، وهي جايه باش دي مني موقف على القنب الهندي. جاب الله حتى انا مع قله الفهمه ديالي ما جاوبت على حتى شي حاجه من داك الشيء. راه الرجال دائما شي عيالات كيديروها بهم. علاش غنجي كنتبنبق ولا تنتبلبق عليك؟ انا المغاربه عمركم شفتوني كنتبندق ولا تنتبربق؟ انا بنت مربيني العسكر، انا تربيت 2 ديال العسكر، با الله يطول عمره عسكري ومي الله يرحمها كانت عسكريه، وقريت في الدوزيام ليسي ميليتير ديال افران من قبل ما نبلغ وانا عندي 12 عام حتى تخرجت وانا عندي 18 عام شاده الباك. كانوا معايا الانسات السرجانات ديال العسكر، انساتي كنسميهم، وكانوا اليوتناوات لليوتنا هما اللي حتى هما رباوني. انا مرا كوريكت اونيت ديريكت، اللي عندي في قلبي تنقولو. حتى داك التعواج اللي انت كتعرف التعوج والنفاق والتقيه ما تنعرفش نديرهم. ملي كيكون عندي واحد الرساله باغا نقولها للملك محمد السادس تنخرج نقولها للملك محمد السادس بكل محبتي له. تتقول انا جيت عندك باش نجر لك لسانك تعطيني موقف نتقني للكيف. شكون انت باش تعطيني موقف نتقني للكيف؟ من انت؟ علاش انا غنبغي الموقف ديالك؟ انا الفيديو ديالي كنت دايره لاجل تقنينو، ماشي باش نسمع الهضره ديالك الخاويه ديال ما خصناش نقننوه. فيديو تقنين للكيف تال من بعد عاد درتو، وعيطت لحسن حمورو اللي جابني عندك وقلت له
انا في الفيديو تقني اللي كيف درت حوار مع العربي المحرشي من البام، واش كاين شي حد من العداله والتنميه يبغي يدوز معايا باش ندير التوازن في الفيديو، باش ما يقولوش المغاربه هذه جايبه غير من البام. نجيب شي حد اخر من شي حزب اخر قال لي لا بن كيران غيبغي حتى حد ما غيبغي، قلت له الله يعاون. وإلا شي حد جاي عندك حتى للدار فرضا ياخذ من عندك موقف، اذا راه تيكبر بيك، اذا راه عاطيك قيمه، جينا غير نزوروك ندمنا. ثم تتقول راه شي عيالات كيديروها بالرجال، علاه انت كتشوف فيا بمنظور مراه وانت راجل؟ انا راه صغر من بنتك واعتبرتك بحال جدي، ماشي انت بحال با كبر منك في السن ولكن موديرن عليك. انت تتبان لي كي شي جد، جيت عندك بحال جايه عند جدي. وحنيت راسي الجلسه كلها وانا حانيه راسي، ما دويتش. كيفاش غنجر لك لسانك؟ انا مربيه. شنو هاد لي فونطازم عندك؟ احترم راسك، بركه ما تفحش وتسفه علينا. احترم شيبتك، سير هز المدام وسيروا لبورا بورا ولا المالديف بديك 7 مليون اللي كيعطيك الملك من جيبو، وقيلوا عليك وقيلنا عليك. الوسائط الاجتماعيه كذا كتسميها، والتي لا اعرفها ولا احسن الدخول اليها، ولله الحمد وله الشكر، وانا مصر على هذا النوع من الجهل. راه طلع جيل جديد ما كيعرفكش وما كيفهمكش اش تقول. راه طلع جيل جديد باغي الانجليزيه ولا بروغراماسيون، وباغي يفهم لا تكنولوجي، وباغي يفهم هاد الميتافيرس اللي حنا غاديين ليه الهولوغرام. راه المغرب ما محتاجكش باش تدافع على الاخلاق. المغاربه راهم متخلقين قبل ما تجي انت، وغيبقاو متخلقين. واحترامنا القيم الاخر والتعايش من صفات الشعب المغربي من قرون. راه المخزن ما محتاج لكش، عييتي ما تبكي. تتقول له راه الناس ملي كيخرجوا كيعطيوهم ديميسيون، ما بغاوش يعطيوك ديميسيون، لدرجه ملي جات حماس للمغرب ما جاوش عندك للدار. بن كيران راك ما غترجعش رئيس حكومه، ديرها صونغي في تليفونك سرت. بن كيران راك ما غتعاودش ترجع رئيس حكومه، انتهيت، تفليتي على المغاربه بما يكفي. قلتي خفتي، قلتي قتلوا بها، ايوا منين خفتي لاش باغي ترجع؟ اش غترجع دير ياك انت خواف؟ وبرك هنينا ولي اخر مره، حيت من هنا للفوق تحت ما باقي غيسمع لك ولا غيديها في هضرتك. بن كيران راك ساليتي، شديتي التقاعد، سير ارتاح في لاغوطخيت ديالك، الله يجازيك بخير. الله يسمح لينا منك والله يسمح لك منا. مع السلامه.